تخيل إنك صحيت من النوم لقيت حاجة واقفة جنبك، مش خيال، مش حلم، راجل بيبص فيك. وبدل ما تجري قررت تفضل ساكن في نفس البيت ده ل50 سنة. ده حصل فعلا وعاش واحد من أعظم فنانين مصر. بس ده مش كل الحكاية. عشان تعرف الحكاية كاملة لازم نرجع لورا شوية. اركب معايا آلة الزمن وتعالى نرجع لسنة 1948. القاهرة 21 أغسطس سنة 1948. اتولد عزت أحمد شفيق أبو عوف في حي الزمالك لعيلة فنية من الدرجة الأولى. والده الموسيقار أحمد شفيق أبو عوف، يعني الموسيقى عنده مش هواية، دي كانت لغة البيت. من يوم ما اتولد دخل معهد الكونسرفيتوار وتخرج منه، وكمان تخرج من كلية الطب وتخصص في أمراض النساء والتوليد، دكتور وموسيقي في نفس الوقت. طيب فين عاش ده كله؟ في الزمالك، في نفس الحي اللي اتولد فيه وفي نفس الفيلا اللي فيها الحكاية كلها. بس الفيلا دي ازاي وصلت للعيلة؟ الأول خليني أقولك مين الراجل اللي كان ساكن فيها قبلهم. 1958 وتحديدا في الزمالك، والد عزت أبو عوف ضابط جيش، شاف الحرب بعينه. شاف فيلا للبيع مساحتها 200 متر، مكونة من طابقين في أرقى شوارع الزمالك، والسعر ده أرخص بكتير من اللي مفروض يتعرض، وتحديدا كان 20,000 جنيه. طب ليه؟ لأن صاحبها رجل الأعمال اليهودي سلفادور شيكوريل، صاحب المحلات التجارية الشهيرة في مصر، اتقتل جواها. وبعد وفاته ب40 يوم بالظبط زوجته كمان ماتت، وابنه وقع من السور وهو بيحاول يقطف مانجا ومات. 3 أرواح في بيت واحد. والناس بقت تقول الفيلا دي ملعونة. بس الضابط اشتراها وانتقلت العيلة. وبعد فترة قصيرة الأحداث الغريبة بدأت. أشياء بتتحرك لوحدها، أنوار بتطفي، وأبواب بتتفتح من غير ما حد يلمسها. سألوا الجيران وعرفوا قصة القتل، لكن الأب ساعتها ما كانش بيصدق الكلام ده، وكان دايما بيقول خليه يطلع لي كده. وطلع له فعلا. لما شافه بالفعل قال لولاده ببساطة مضايقكوا وجوده في ايه؟ ما تكبروش الموضوع. والعيلة اتأقلمت وبقى سلفادور شيكوريل الساكن التاسع في الفيلا. ودلوقتي خليني أقول لك حكاية مهمة جدا. طول حياة عزت أبو عوف الفيلا كانت موجودة في الخلفية، يعني زي ما بنقول كانت شاهدة على كل لحظة في حياته. لما درس الطب والموسيقى كان بيرجع كل يوم لنفس الفيلا اللي فيها سلفادور شيكوريل. وفي نهاية الستينات انضم لفرقة لي بيتي شاع. وقبل ما تقول ايه الاسم الغريب ده، انت عارف كان معاه مين؟ كان معاه عمر خورشيد وعمر خيرت وهاني شنودة، يعني حضانة الأساطير. وهو بيرجع منها كل يوم للبيت المسكون. وبعدها كون فرقة الفور ام، وأسس الفرقة مع شقيقاته الأربعة منى ومها ومنال وميرفت، وحققت نجاح باهر جدا. البروفات والنجاح الناس بتعرفه، والفيلا لسه واقفة هناك. بس في الوقت ده تحديدا حصل حاجة مهمة جدا في الفيلا نفسها. سهرة في بيت العيلة، نجوم كبار، يسرى، سهير البابلي، فريد شوقي، والمخرج محمد عبد العزيز. ودار الكلام زي العادة عن شبح شيكوريل. فريد شوقي وحش الشاشة انفعل وصرخ متحديه لو العفريت ده راجل يطلع لي. وفي نفس الليلة مها واختها شافوا فريد بيمشي في غرفتهم، وفجأة اخترق الحيطة ودخل فيها. أما يسرى بقى لما قالت لها مها بهدوء ده سلفادور شيكوريل صاحب الفيلا اتقتل هنا، هي ما استنتش تسمع باقي الكلام ونطت من الشباك بالبيجامة وروحت بيتها اللي كان في شارع موازي. فريد شوقي اللي أرعب الأشرار على الشاشة اتحدى الشبح، ويسرى نطت من الشباك، والعيلة كانت قاعدة في البيت وكملوا باقي حياتهم. لما بقى فرقة
الفور ام انحلت. عزت دخل في حالة اكتئاب شديد. اللي أنقذه وقتها فاطمة، زوجته اللي اتعرف عليها وهي عمرها 15 سنة. اقترحت عليه يعيشوا فترة على مركب، والفكرة دي خرجته من كآبته ورجعته للحياة، والفيلا لسه هناك بتستناه. لما بدأ التمثيل في التسعينات بدأ بفيلم آيس كريم في جليم 1992، وكان فوق ال40 سنة. نجح واشتغل وعمل أكتر من 100 عمل كامل، والفيلا لسه موجودة. طيب نرجع بقى ونسأل نفسنا سؤال مهم عن الفيلا تحديدا. طب هل كان عزت أبو عوف هو الدليل الوحيد على وجود شبح شيكوريل؟ الإجابة لأ. القصة اتراوت أكتر من مرة عن طريق شهود عيان عاشها بعضهم وأكدها آخرون. الأب شافه، الخال شافه وشعره ابيض في ليلة واحدة من الخوف، وأخته مها حكت إنها شافته كتير وكان دايما ماسك مصباح ومخترق الحيطة. وفريد شوقي اللي اتحداه شافه بعينه، ويسرى حست بيه في ساعتها ونطت من الشباك. بس في نقطة لازم نقولها وبكل صدق، كل اللي عندنا هو روايات، روايات من ناس كتير وأسماء كبيرة، وصاحب الشأن نفسه حكاها أكتر من مرة، بس مفيش دليل مادي ملموس نقدر نحكم بيه على أصل الحكاية. وده بيطرح سؤال مهم جدا. لو لقيت فيلا بسعر رخيص وعارف إن فيها حكايات قديمة، هتشتريها ولا هتعدي؟ قول لنا في التعليقات. لكن في حكاية مهمة في حياة عزت أبو عوف، وهي آخر وردة حمراء. في 2012 عزت كان بيصور مسلسل الصفعة لما جاله خبر وفاة فاطمة فجأة، وظهر في عزاها منهار تماما. الدكاترة مش عارفين وقتها يحددوا سبب مرضه، ولكن الحالة النفسية كانت السبب في كل أمراضه. فضل محتفظ بخاتم الجواز في رقبته، وفضل يشتري وردة حمراء كل يوم زي ما كان بيعمل وهي موجودة بالظبط. راجل عاش مع شبح في بيته وعاش مع ذكرى في قلبه. الاتنين ما خافش منهم، الاتنين ما سابهمش. أما بقى في يوم 1 يوليو سنة 2019 رحل عزت أبو عوف عن عمر 71 سنة، بس ساب لنا حكايات كتير مثيرة عن حياته. وده ما كانش كل حاجة، دي لمحة بسيطة من حياة عزت أبو عوف. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تشاركنا برأيك في التعليقات، مصدق الحكاية دي ولا لأ؟ وقول لنا، لو قدامك فيلا رخيصة بس مسكونة هتروح تسكن فيها ولا هتسيبها؟ لو الرحلة دي عجبتك اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس بيفرق معانا جدا. واستنونا في الرحلة اللي جاية، هنروح لزمن كان فيه نجم كبير عاش 1000 حياة وحياة، وانتهى بطريقة محدش توقعها. سلام.